بسم الله بديت وعلى النبي صليت وبحكاية من حكايات زمان راني ليكم جيت. كان يا مكان في قرية بعيدة، كان فيها راجل عايش مع مرته وولاده اسمه الحاج علي. حلو من حال الناس وعنده معارف وأصحاب، وسمعته طيبة كي المسك في قريته، والناس كامل تشهد له بأمانته وخوفه من رب العالمين. وفي يوم من الأيام كان عنده جار من جيرانه، جاته سفرة لبلاد بعيدة ويغيب شهور على رزقه وحوشه، وكان خايف على رزقه لمن يخليه، وخايف ويرفدوا معاه يتلاقى قطاع الطرق ويدوا له كل شيء. قعد هذاك الجار يخمم لمن نخلي رزقي، وتذكر جاره الحاج علي اللي الناس كلها تتكلم على امانته وخوفه على حاجة الناس اكثر من حاجته. راح ليه وقال له: يا الحاج علي، راني خارج في سفرة والمشية ما يعلم بها غير ربي، ويك تنرجع، وعندي أمانة وما لقيتش خير منك نخليها عنده حتى نرجع إذا ربي رايد. قال له الحاج علي: بإذن الله راك في المكان الصحيح، جيبها وكونك هاني، الوقت اللي ترجع بالسلامة إن شاء الله تلقاها في الحفظ والصون. تاني يوم جاب له الصندوق وقال له: واش فيه؟ وأمنوا عليه، والحاج علي شدها عليه وقال له: في الحفظ والصون يا رجال العزيز. ومشاو مع بعض الجنان اللي حدا حوش اللي في داره، وحفر له حفرة ودفنوا فيها هذاك الصندوق، وودع جارو وقال له مع السلامة. دخل الحاج علي للحوش تاعو وقال: يا مرا، جارنا مسافر وخلى عندنا أمانة، وراها وراها مكانها، ورالها مكانها، وقال لها: الأمانة صندوق وفيه أفعى سامة، كان يجي سمها على حاجة حرقتها، وكان جعل بنادم ما طلع عليه شمس تضوى. ردي بالك منها، راه هيك خرجت من الصندوق نموت انا وياك والولاد، او سمها راهو قاتل ويقدر عليها غير مولاها، هو اللي يجي بعد الصفر ويخرجها بيده. يا مرا، ما نحبك لا انتي ولا الولاد تقربوا منها، وكيما قالوا ناس زمان: اللي خاف سلم. تبقى عندنا حتى يرجع مولاها من سفره. المرأة خافت وولات ترعش من هذيك اللفعة، وقعدت حتى في المنام تتخيل فيها، وما خلات ولا واحد من ولادها يقرب لهذيك الجهة من الجنان، تعس فيهم عسان. مرت الأيام ومرت الشهور، وهذاك مول الأمانة ما بان عليه حتى خبر ولا حتى مرسال، ولا رجع ولا عرفوه لا حي ولا ميت. وبعدين جت الموت ودات الحاج شحلي، وقعدت هذيك الأمانة مدفونة في بلاصتها، ومرتو قعدت شاغلة بالها هذيك الأفعى، وفكرها ديما معاها، لا ترقد لا ليل ولا نهار، وبقات تتخيل فيها وخايفة على روحها وعلى ولادها، تخرج لهم من تحت التراب، وعينيها ديما على الدراري اللي يلعبوا، ما يقرب حتى واحد على هذيك الجهة. كي طوال الوقت زيد خوفها وتقول: يا ربي واش هذا المصيبة، مولا الحوش اللي عنده الأمانة توفى وخلاها وارتاح، ومول الأمانة راهو غايب ويعلم به غير ربي وين راهو، وخلاوني أنايا في هاد الهم والرعب والخوف، وقتا يرجع ويجدي أمانته ويهنيني ونعيش مع وليداتي في مرتاحة ومهنية، ونرقد الليل كي الناس.
قعدت أيام على هاديك الحالة تخمم وخايفة، وفي يوم من الأيام تسمع في الطبطيب على الباب. فتحت لقيتو جارهم صاحب الصندوق. قال لها: أني جيت ندي أمانتي. المرأة فرحت وقريب طارت من الفرحة، وقالت له: اتفضل يا سيدي، ادخل وهز أمانتك اللي وصاني المرحوم عليها، ما نقرب ولا نجي جهتها حتى يرجع مولاها. مولا الصندوق استغرب من كلامها ومشى معاها للجنان، وحفر التراب وخرج الصندوق وفتحه قدام مرت الحاج علي. المرأة خافت ووخرت بعيد، خافت من اللفعة لا تخرج لها اللي قال عليها المرحوم، لكنها اتفاجأت وفتحت فمها. الصندوق ما كانش فيه أفعى كما قال لها راجلها. الصندوق كان معمر بالذهب والدراهم. قالت المولى الأمانة: ويني الأفعى وسمها القاتل. الراجل استغرب وقال لها: أفعى وش تحكي يا مرا؟ حكت له الحكاية وقالت له: من يوم دفنتو هذا الصندوق احنا غير في الرعب عايشين وخايفين من اللفعة وسمها القاتل. ضحك مولا الصندوق وقال لها: فعلا الأمانة سم قاتل إذا خنتيها، ويربي يرحم الحاج علي، راهو عطاني درس في حفظ الأمانة وعمري ما راح ننساه. أعطاها شوية ذهب وشوية دراهم من اللي عنده، وقال لها: هذه صدقة لولاد المرحوم اليتامى، وأي حاجة تحتاجيها راني حاضر. الله يرحم الحاج علي ويرحم جميع الأموات إن شاء الله. خلاص حكايتنا لليوم، وإن شاء الله نتلاقاو في حكاية جديدة، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا وديتوا الدرس والعبرة. مع السلامة.